السلام عليكم. نهاية يوم شاق جدا وطويل جدا من أيام كأس العالم قطر 2022. صحيح كان يوم طويل جدا في 4 مباريات، الحمد لله قدرنا نغطيهم الأربعة، ولكن كان يوم برضو جميل خاصة لينا إحنا كعرب. السعودية فازت، تونس اتعادلت كمان بطعم المكسب، يعني نقطة كويسة جدا من الدنمارك، وقدرنا نغطي ال4 مباريات. النهاردة دلوقتي معانا النهاية بتاعت اليوم الجميل ده، بطل العالم 2014 يبدأ مشواره في دوري المجموعات بمكسب عريض جدا 4-1 على استراليا المتكتل والضعيف نسبيا. عاوز تعرف ايه اللي حصل؟ هقول لك. كانت مباراه تكتيكيه بين المدير الفني جراهام ارنولد المدير الفني لاستراليا وديدي تشام بطل العالم. اربط حزامك وتعالى لي عشان هنتكلم فني في المباراه. لو هنتكلم على الشوط الاول بدأ جراهام ارنولد بطريقه يعني على قد امكانيات لاعيبته 4-1 عاوز يتكتل في نص الملعب ويلعب على المرتدات، وده اللي حصل. في الدقيقه التاسعه قدر ان هو يقطع كوره عن طريق التكتل وعن طريق الدفاع في وسط الملعب، ويلعب من وراء الخطوط بتاعه فرنسا خاصه من الباك الليفت. وفعلا كروس باس ولا اروع على الارض بمنتهى القوه من الان ليكي، يعني ابرز اللعيبه هو والراجل اللي احرز الهدف اللي هو جودوين. لما راحت لجودوين ما كانش فيه تغطيه من المدافع العكسي اللي هو بافارد بتاع منتخب فرنسا عشان جودوين يحطها بمنتهى السهوله 1-0 في الدقيقه التاسعه. ولكن ان انت تحرج منتخب فرنسا بطل العالم بكوكبه النجوم دي وما تستناش رد فعل، يعني في الاحلام دي. بالفعل فضل متماسك 25 دقيقه لحد ما ادريان رابيو احرز هدف التعادل. بعد هدف التعادل كل حاجه اتغيرت، خلاص دخل الجيم، ما خلوش المنتخب الاسترالي يمسك كوره، بقى في استحواذ، بقى في استرجاع للكوره بسرعه جدا عشان انت تبقى يعني مقاليد الامور كلها في ايدك. وبالفعل كان في 1 ضد 1 من عثمان ديمبلي من على اليمين، وكمان مبابي، ومن تحتهم جريزمان، وفي العمق جيرو، وكمان بيجي لهم ادريان رابيو. لا، كان في كثافه عدديه كتيره جدا تخلخل اي فريق. وكمان بعد هدف التعادل بتاع ادريان رابيو يجي اوليفر جيرو بعدها تقريبا ب5 دقائق 6 دقائق عشان يحط فرنسا في المقدمه وترجع الامور الطبيعيه ان بطل العالم بيلاعب فريق جاي من الملحق الاسيوي. طيب، اما ديدي تشامب المدير الفني لفرنسا فلعب بطريقه هجوميه بحته، عاوز يحط منتخب استراليا في حجمه من البدايه ويحصد ال3 نقاط مبكرا. لعب ب4-2-1-3، وكان بيعتمد في نص الملعب فقط على تشاوميني، وكمان رابيو كان بيزيد، ده غير ان جريزمان كان قدامهم، غير طبعا الثلاثي المرعب عثمان ديمبلي على اليمين، امبابي على الشمال، وجيرو. عايز اقول لك ان 1 ضد 1 بالنسبه لعثمان ديمبلي وامبابي الموضوع سهل جدا، غير طبعا الكثافه العدديه اللي بيعملها ديدي تشامب، يعني تخلخل اي فريق بصراحه. الشوط الاولاني خلص 2-1، ما كانش فيه كلام كتير زي ما قلت لك، هي اللمحه الفنيه دي. الشوط الثاني نفس السيناريو تقريبا، ما فيش جديد، ولكن انتفض كمان المنتخب الفرنسي وكمان عاوز ينهي ال3 بونت من البدايه. عشان كده انتفض امبابي وقدر ياخد العرضيه بتاعت عثمان ديمبلي ويسجل في الدقيقه 67 الهدف الثالث والاول لامبابي في البطوله، وكمان يصنع الهدف الثاني لجيرو والرابع لفرنسا. وعشان اقول لك كمان معلومه جميله، ان اوليفر جيرو اللي كانوا بيهاجموه في فرنسا راجل عنده قبل اللقاء 49 هدف لمنتخب فرنسا، النهارده بالهدفين بقى الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا ب51 هدف، مناصفه مع القدير القناص السابق تري هنري. يعني كان يوم جميل انتهى بفوز عريض وطبيعي، انا من وجهة نظري طبيعي جدا، وكمان في صالحنا، لان انا يعني الفوز بتاع فرنسا 4-1 ده لصالح تونس. ان شاء الله يوم السبت كمان تونس هتكسب استراليا، ونشوف ان شاء الله في دور ال16 فرنسا بطاقة اولى وتونس بطاقة تانية. التحليل النهارده بتاع كاس العالم والكلام الكتير والماتشات الكتير انتهت، ولكن كلام عن كاس العالم ما بينتهيش، ده بكره في ملاحم كرويه كتير. عاوزك تنزل تعمل كل الاشتراكات، اشترك في القناه، جرس التنبيهات فعله، لايك، شير، اكتب لنا كمان في الكومنتات وهنقرا لك الكومنتات الصحيحه. توقعاتك بكره للماتشات ايه؟ في بكره المانيا واليابان، في اسبانيا وكوستاريكا، في كمان منتخبنا المغربي القوي ان شاء الله بكره مع كرواتيا. قول لي في التعليقات، قول لي انت عاوز نتكلم على ايه في كاس العالم، واوعدك ان احنا هنعمل كل اللي انت عايزه. بس عشان تشوفني تاني زي ما قلت لك، انزل اخبط كل الزراير اللي تحت هنا، هتشوف تحليل وكلام مش هتشوف اي مكان تاني، وانا بتحداك
بالكلمة دي. أنا محمد شعبان وأشوفكم على خير.